هبتدي احط المية وهقلب كل الكلام ده مع بعضه. هضيف لهم هنا بقى الملح، معايا كده رشة من الكمون بسيطة مش كتير. هقلب واسيبهم على النار لحد ما يغلوا، بعد كده بوطي ويكمل تسويته على نار هاديه ويبقى جاهز معايا اني اقدمه كده. الكشري معايا مفلفل ومستوي وحبايه الرز مستويه مع العدس معجنش معايا ولا اي حاجه. ان شاء الله تجربوه بالطريقه دي ويعجبكم. تابعونا كده وتابعوا وصفاتنا. اقدمه كده بشكل بسيط، جنب بقى بتنجان مخلل، جنب بيض مسلوق، جنب خيار مخلل زي ما تحبوا، جنب سلطه. طريقه التقديم دي ليكوا انتوا. تابعونا كده وتابعوا وصفاتنا. ما تنسوش لايك وشير للفيديو لو عجبكم. لو عندكم اي استفسار اكتبوه في الكومنتات وهرد عليكم. اكتبوا لي كمان بتتابعوني من انهي بلد وايه رايكم في وصفتنا النهارده. اكتبوا لي كده ايه الوصفات اللي حابين نقدمها معاكم. وخلصت كده وصفتنا النهارده. تابعونا، عملت معاكم الكشري باسهل طريقه. تابعونا.